السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في 5 رياضة مع تيسير. أخبارنا النهاردة تخص نادي الزمالك، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة إذا ما كنتش مشترك. ونبدأ في موضوعنا على طول. الفضايح تتوالى منذ استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك. كل يوم في فضيحة جديدة، كل يوم في خبر جديد، كل يوم نكتشف ان كان في مشاكل إدارية كارثية في نادي الزمالك. فالخبر اللي يخصنا النهاردة هو خبر إمام عاشور. الخبر بيقول ان عقود إمام عاشور اختفت تماما من نادي الزمالك. يعني لما اللجنة الثلاثية استلمت رسميا نادي الزمالك ما لقوش اي حاجة تخص بيع إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي، ولا لقوا في محضر الجلسات او في محاضر الاجتماعات اي حاجه تخص المبالغ الماليه او المبلغ المالي اللي اتباع بيه امام عاشور. تخيل. نشوف الخبر بيقول لنا ايه. من هنا الخبر هنا بيقول لنا في جريده القاهره او موقع القاهره 24: ازمه جديده في الزمالك. تمام. ايه الازمه ديت يا جماعه؟ اختفاء عقود امام عاشور الى ميتلاند الدنمارك. الخبر بقى نفسه، تفاصيل الخبر بتقول لنا ايه. أزمة جديدة وجدتها اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لاستلام النادي في الفترة الحالية، وتمثلت هذه الأزمة فيما يخص اللاعب إمام عاشور لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي. وعلم القاهرة 24 أن اللجان التي تستلم نادي الزمالك لم تجد حتى هذه اللحظة عقد بيع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك إلى ميتلاند الدنماركي، ولم تجد أي أوراق تخص بيع اللاعب حتى الآن. بس كده؟ يعني العقود بس اللي اختفت؟ لا، بيقولك ولم تجد اللجنة حتى الآن أي اجتماعات لمجلس الإدارة المستقيل تتضمن قرار بيع إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي، وهو ما أثار اندهاش مسؤولي اللجنة، خاصة وأن حتى أموال بيع اللاعب ليست مدرجة في اجتماعات لمجلس الإدارة حتى الآن من الاجتماعات التي تم مراجعتها في الفترة الأخيرة. يعني حتى الفلوس اللي اتباع بيها إمام عاشور مش موجودة حتى أو مش مدرجة في الاجتماعات. دي مصيبة وكارثة. مصيبة وكارثة، ده كده اختلاس. فلو الخبر ده فعلا صح والعقود ما لقوهاش ولا الفلوس، هتبقى مشكلة. وكان الزمالك قد باع إمام عاشور بما يقارب 3 ملايين دولار، وعلق وقتها مسؤول الزمالك أن النادي الدنماركي قام بتحويل الأموال عبر حساب رابطة الأندية بسبب الحجز على أموال الزمالك في هذا الوقت. وطبعا الحجز ده احنا خدنا فيه فيديوهات قبل كده، وقلنا ان ما كانش في حجز ولا حاجة غير على حجز على بنك واحد، بنك مصر، وحساب واحد كان فيه 50 مليون. بس طبعا رابطة الأندية تشكر، يعني عملت لهم حساب، وحاليا مش لاقيين بقى الفلوس دي كام، راحت فين، مش عارفين. وتواصل لجنة الوزارة عملها من أجل إنهاء جميع الأمور قبل تسليم النادي بشكل رسمي إلى اللجنة الثلاثية التي ستتسلم النادي بقيادة حسن موسى وأحمد فؤاد وأيمن شعراوي، وهي اللجنة المكلفة من قبل الوزارة. وتواجه اللجنة العديد من الصعوبات في ظل وجود أزمات داخل النادي واختفاء العديد من الأوراق الخاصة بالعديد من الأمور المتعلقة بالنادي. يعني اعملوا حسابكم إن كل يوم في خبر جديد وكارثة جديدة من كوارث الإدارة في نادي الزمالك وكوارث الإدارة السابقة في نادي الزمالك. وأنا بقول لكم هتلاقوها كلها خاصة بالفلوس. هتلاقوا دايما الكوارث خاصة بالفلوس بتاعت نادي الزمالك، وهتلاقي دايما أزمة القيد وغير أزمة القيد برضو متعلقة بأخطاء إدارية في نادي الزمالك. طب إيه الخبر التاني؟ الخبر التاني بيقول لنا إن أتشمبونج، موضوع أتشمبونج حصل فيه تقاعس من الإدارة، وده اللي عمل المشكلة بتاعت أتشمبونج دي كلها والوقف القيد والكلام ده كله. يعني برضو خطأ إداري وخطأ يخص المبالغ المالية برضو. طب الخطأ أو الخبر نفسه بقى بيقول لنا إيه؟
الخبر بيقول لنا: شهدت الساعات الماضية ظهور مستندات حول تقاعس إدارة الزمالك السابقة في تقديم مخالصة مالية وقع عليها اللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، تقضي بالحصول على جميع مستحقاته، وأنه ليس له أي مستحقات مالية في النادي قبل أن يتطور الأمر ويتم إيقاف القيد. شفتوا المصيبة؟ يعني اللاعب في مخالصة مضى عليها إن هو ملوش أي مبالغ مالية، والمخالصة دي لو اتقدمت في وقتها أو ظهرت في وقتها ما كانش يحصل وقف قيد للزمالك. يعني وقف قيد الزمالك ده منهم فيهم، السبب فيه برضو تقاعس الإدارة بتاعت نادي الزمالك، الإدارة السابقة لنادي الزمالك. طب نكمل الخبر كده. وعلم القاهرة 24 أن المستندات التي ظهرت تؤكد أن اللاعب حصل على مستحقاته المالية ووقع مخالصة بهذا الأمر، ولكن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، فاكرين أمير الدهاء اللي المفروض إدارة الأهلي تعمل معايشة معاه عشان تتعلم؟ فاكرين الموضوع ده؟ إيهاب الفولي أنا عمل معايشة مع نفسه اهوت، وهنشوف بقى المعايشة وصلته لفين. المهم تقاعس عن حضور إحدى الجلسات عبر الفيديو كونفرنس بين الزمالك واللاعب والفيفا ليطعن أتشيمبونج ومحاميه على القضية برمتها. يعني أمير الدهاء لو كان حضر الفيديو كونفرنس اللي بينه وبين محامي أتشيمبونج بين اللاعب والفيفا، كانت الدنيا خلصت لو هو ظهر المخالصة اللي اللاعب ماضي عليها وخلص الموضوع. لكن ده ادى فرصة لأتشيمبونج اللي هو يطعن على القضية كلها. وقال لك كمان، واتشيمبونج عرفنا ان هو قال كمان ان وهو بيطعن قال ان تم الضغط عليا، او بمعنى اصح وقعت بالقوة على المخالصة دي، وان انا ما وقعتش على حاجة، والقضية كلها تزوير في تزوير. دي كانت اخبارنا النهاردة او فضايح الادارة السابقة النهاردة، وهنوليكم دايما بالاخبار الجديدة. ويا ريت نعمل شير ولايك لو عجبك الفيديو، ونشترك في القناة لو ما كنتش اشتركت في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.